صباح الخير او مساء الخير على احلى متابعين في الدنيا، على حسب ما بتشوفوا الفيديو بتاعي، بتشوفوه بالنهار او بالليل. وبشكر كل اخ واخت دخل جديد اشترك في القناة بتاعتي. عايزه اقول لكم ما تعرفوش انتوا بتفرحوني قد ايه لما بخش القناة بلاقي مشترك جديد جالي في القناة. ربنا يجعلكم كده دايما يا رب في فرحة في اي فرحة لاي حد بصراحة، يعني عشان زي ما بتفرحوني ربنا يفرحكم يا رب. نخش بقى كده على الصور اللي زي ما انتوا شايفينها كده، هو صور آلاء في فرح روان ابراهيم. ما شاء الله كانت راحت فرح روان ابراهيم بالصوت اللي انتوا شايفينه دوت. كانت لابسه الصوت اللي هو البني الجميل دوت. وكانت توته القمر كانت لابسه الفستان اللي هو المخطط الالوان دوت، كانت جايبه لها اما كانت نزلت في عجله الحظ. فاكرين الفيديو اللي انا كنت منزلاه اما كان محمد عامل لها تحدي ان هي تكسب فلوس بعجله الحظ؟ وما شاء الله يعني كسبت مبلغ كويس، ونزلت بقى عملت بيه حبه شوبينج كده عشان هي كانت عايزه هدوم. عشان كانت طبعا بعد الحمل يعني والولادة كانت بتقول هدومها يعني ضاقت عليها وكده، ما بقتش زي الأول. ففعلا محمد نزل جاب لها هدوم، فالسوت دوت كان من ضمن الهدوم اللي هي جابتها. هي طبعا هتورينا يعني كل يوم كده هتتصور اكيد بحاجة جديدة من اللي هي جايباها وتعمل بيها سيشن. زي ما انتوا شايفين كده كانت عاملة ماتشنج هي ومحمد ولولو الصبح في الجنينة، كانوا منزلين صور. كانت ملبسة توتة القمر كده شورت بني وعلى باجي كده ابيض او اوف وايت. ومحمد برضو كان لابس شورت ابيض وقميص كده ابيض في بني. كان ما شاء الله، وهي برضو نفس الحكاية كانت عاملة ماتشنج معاهم. بس هي كانت عايزة تفتح الطرحة شوية، يعني بلاش الطرحة البني دي، كانت عايزة ممكن تلبسها يا بيج يا اوف وايت، كانت تبقى اوف وايت كمان جميلة، تبقى ماشية مع هدوم توتة وهدوم محمد. بس جت بالليل بقى ما راحت الفرح لبست توتة زي ما انتوا شايفين كده الفستان الجميل دوت. كانت برضو من ضمن الحاجات اللي هي كانت جايباها لتانيين. كانت ما شاء الله اللهم بارك يا رب جايبه لها حبة فساتين جميلة، يعني تخش محل الاطفال كده تحس ان انت محتار مش عارف تجيب ايه ولا ايه، من حلاوة الهدوم بتاعت الاطفال وجمالها. وهي يا جماعه عشان كانت في ناس بيقولوا لا هي الاء ما راحتش بالسوت دوت، كانت لابسه فستان. لا هي ما لبستش فستان في فرح روان ابراهيم، كانت لابسه السوت اللي هو البني اهو زي ما انتم شايفين. بصوا هي في الفرح مع روان. فعادي يعني يا جماعه ما فيش مشكله، ايه يعني اما تلبس سوت؟ اصلك هو يعني احنا مش لازم كل فرح نلبسه فيه فستان، لا. ساعات الناس بتبقى يعني عايزه تروح بحاجه كده خفيفه، مش شرط يعني الفرح الفستان دوت. في ناس مثلا تقول لك ايه، انا هلبسه للناس المقربين مني. ايما يبقى فرح مثلا اخويا اختي بنت خالتي، يعني حد من اللي هم القرايب كده الدرجه الاولى. امال لو فرح بقى مثلا جيراننا قرايبنا معارفنا، فرح احنا كده معزومين فيه، لا عادي يعني نروح بكاجوال كده، بطقم اي طقم خروج، يعني مش لازم نقيد نفسنا وبعدين الجو حر. فيها ايه يعني؟ مثلا محمد كان رايح بشورت وهي رايحه بسوت، مش شرط ان انا عشان رايحه فرح يبقى لازم بقى نلبس بقى فورمال بقى ونلبس البدله ونلبس فستان لا عادي، فرح وفي صيف والجو حر ويعني وفرح احنا معزومين مثلا فيه، ومش مثلا قرايب من الدرجة الأولى اللي احنا لازم نبقوا لابسين فستان بقى والكلام ده كله. فهي ما شاء الله عليها آلاء حلوة في كل لبسها. واحنا فعلا عايزينها ان هي تخرج وتتفسح وتطلع من المود اللي هي فيه دوت. يعني هي ما شاء الله كويس بدأت تهتم تاني بنفسها. احنا فعلا عايزينها ان هي ترجع تاني تهتم بنفسها، لان هي كانت طبعا طالعة من الولادة يعني اكيد كنا حاسين كانت زعل ونفسية، وعندها يعني كانت في مود اكيد اكتئاب بسبب طبعا اللي حصل لها. يعني بعد الولادة ما لحقتش تفرح ولا ببنتها ولا عملت سبوع. هما عملوا عقيقة كده هوت مع بعضيهم، بس طبعا مش هو ده اللي كان في نيتهم خالص. ده هما كانوا متفقين حتى مع بيجي كده، كانت عامله لهم التحف بتاعت سبوع توته. كانت هتعمل بقى اسبوع وكانوا اكيد هيعزموا فيه كل البلوجر. زي ما انتوا كنتوا عارفين طبعا في فرحهم، اديكوا شفتوا كان مليان بلوجر ازاي ومعازيم كتيرة. وكانوا طبعا هيعزموا وهيعملوا بقى برضو سيشن وهيعملوا تصوير، وكان هيبقى فيديو حلو قوي.
بس هو ربنا ما أردش بقى، يعني الحمد لله. فطبعا هي كانت بقى بعد ما كانت طبعا بتعمل كل يوم علاج طبيعي طبعا، فكانت بقى بتلبس جسمها طبعا ملا شويه، وكانت بتلبس عبايات بقى وفساتين. فلا احنا بنقول لك ارجعي برضو، مع انك انت ما تخنتيش قوي يعني ما شاء الله، يعني انت اساسا جسمك ما ملاش قوي، هو ممكن بس يكون نفخ كده هوت مطرح الولاده والحمل والكلام ده كله، وهيرجع جسمك يرجع تاني لطبيعته، وهيرجع ينزل تاني. فهي ممكن انت بس، هي فعلا اي واحده كده بعد الولاده بتحس ان جسمها ملا غير الاول، فبتبقى مرتاحه اكتر في الفساتين والحاجات والعبايات والحاجات اللي هي ايه الواسعه دي. بس انت لسه صغنطوطه يا الاء، لا اهتمي برضو بنفسك، ايوه كده. ارجعي بقى البسي سود، كانت لابسه السود دوت كان حلو قوي عليها. وارجعي بقى اللبسك بتاع زمان اللي انت كنتش بتلبسيه، وكانت لابسه برضو سود كان حلو قوي، كان ابيض في اسود كده. بس هي الطرحة اللي عايزينك تظبطيها شوية، عشان كان بقالك كام فيديو كده بتظهري فيهم الطرحة راجعة لورا مبينة شعرك. فعايزة بس تظبطي الطرحة وتظبطي البندانة، تربطيها كده كويس، وتعملي الطرحة كده بدبابيس، عشان بس ما تبقاش مبينة شعرك. هو عايزينك فعلا انك تفرحي كده وترجعي لولو القمر كده بتاعت زمان ان شاء الله، وهتخفي وتبقي زي الفل. وحتى محمد كان منزل بيقول ادعوا لها يا جماعة، ادعوا لآلاء بالشفاء العاجل ان شاء الله، وما تضغطوش عليها في حتة ان هي تقلع الكمامة، هي مرتاحة كده. لان كانت برضو في واحدة بتقول كده، ست قابلتها وكلمتها وبتقول لها يعني الناس كلها خفت من العصب السابع، انت اللي طولتي ليه ومش طولتي ليه؟ يا جماعة برضو نخلي بالنا من كلامنا، الكلام برضو عليه عامل بيأثر على النفسية. يعني ممكن هي مرضتش مثلا تتكلم او ترد معاها، بس اثر فيها الكلام دوت وزعلت. وكمان يعني مامتها برضو كانت بتقول انا كل ما بشوفها بالمنظر دوت بتضايق، فممكن بقى اسباب كتيرة خلت آلاء ترجع تلبس الكمامة تاني. مع اني ما شاء الله يعني احنا شايفينها لا حالتها اتحسنت، يعني عينيها كانت مفتوحة الاول قوي، دلوقتي حسينا لا عينيها بدأت تقفل شوية، بقها بدأ يتظبط. فلا اتحسنتي يا آلاء عن الاول خالص يعني. ما شاء الله اللهم بارك يا رب، ربنا يزيد لك في الشفاء يا رب ان شاء الله. فاحنا مستنيين بقى ان شاء الله كده هوت بعد الكمامه ديت كده محمد يطلع بقى علينا بمفاجاه، ويقول لنا بقى شوفوا لولو القمر، وتقلع مفاجاه بقى ايه ان لولو هتقلع الكمامه خالص، وهيبقى وشها ان شاء الله زي الفل، وهيرجع احسن من الاول. هو حتى دلوقتي بقى تقريبا بقت بتروح تعمل علاج طبيعي في مركز علاج طبيعي، لان هي كانت الاول في حد بيجيلها في البيت بيعمل لها علاج طبيعي في البيت. فشكل الدكتور الاخير دوت اللي هي راحت له يعني اكيد نصحها وقال لها ان هي تعمل علاج طبيعي في مركز. عارفين يعني المركز الطبي هيبقى احسن بكتير طبعا، في اجهزه حديثه واجهزه اكتر طبعا من اللي هي كانت بتجيلها في البيت. طبعا في اجهزه مش هينفع تطلع من المركز، فبتبقى موجوده يعني معدات وحاجات تقيله، فطبعا ديت مش هينفع تروح تعملها لها في البيت. فاكيد هي لما راحت بقى المركز بقت الاجهزه احدث واحسن، واحنا ما شاء الله شايفينها حتى، يعني الاجهزه ديت مع الدكتور الجديد ما شاء الله، يعني ان شاء الله يكون جاب نتيجه معاها، والعصب استجاب ويرجع زي الاول ان شاء الله. فاحنا عايزينك ايوه تروحي افراح كده وتروحي مناسبات وتخرجي وتغيري كده من مودك ومن نفسيتك، وترجعي كده لولو القمر بتاعت زمان اللي هي بتضحك وبتلبس، وارجعي كده هوت لهدومك بتاعت زمان برضو. يعني ما تحبسيش نفسك بقى في الاكتئاب والزعل، لا ان شاء الله هتخفي وتبقي زي الفل. ارجعي بقى كده ايوه حطي ميك اب زي ما كنتش بتحطي ميك اب كده هوت، والبسي الاكسسوارات بتاعتك وهدومك كده الجميله الحلوه ديت، وربنا يفرحك دايما يا رب يا آلاء. وان شاء الله تقلعي كده الكمامة على خير، ويرجع وشك قمر كده ما فيهوش اي حاجة. واحنا شايفين محمد الصراحة مش مقصر معاكي في اي حاجة، لا بيفسحك وبيوديك وبيجيب لك كل اللي انت نفسك فيه. انت برضو نفس الحكاية، عيشي نفسك كده وروحي فرح وما تتأثريش بكلام اي حد، وان شاء الله هتخفي وتبقى زي الفل. وزي ما انتوا شايفين اهيت الفرح هي راحته اهوت بالصوت دوت الجميل القمر، فرح روان ابراهيم. يا رب تكون الفيديوهات بتاعتي اللي انا بعملها لكم بتعجبكم، وطبعا ما تنسوش اللايك الجميله القمر بتاعتكم ديت الحلوه،
والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واي كومنت حلو كده هوت منكم بيسعد قلبي والله، بيفرحني، وتدعوا لي دعوه كده بصلاح الحال يا رب. وما تنسوش طبعا اللايك، عشان في ناس كتيره بتتفرج من غير ما تنزل تحط اللايك الجميل بتاعكم دوت. يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. هتوحشوني، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.